السلام عليكم. اليوم اخترت عطر من شركة أو من دار بارفيومز دي مارلي، عطر كالان. العطر ظهر في 2019. طبعا شركة أو خط العطر دي مارلي بدأ في 2009، ومن أشهر عطورهم هو بيجاسوس ودولفين وكارلايل وهيرود وجداد. طبعا إنه يفوتن 30 عطر، لكن من أشهر عطورها اللي سميتن توا. وفي 2019 قالت أنني بنحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس الخط العطري هذا، فدرت أن التحفة اللي في يدي هذا اللي هو كلان. العطر مصنفين أنه هو تابلي خشبي أو تابلي دافئ خشبي حمضي. أنا بصراحة شفت أنه هو تابلي 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 بعدين يجي خشبي وشوية حمضي. افتتاحية العطر متكونة في 3 عناصر أو 3 مكونات، اللي هن التوابل والفلفل الأسود وبرتقال الأحمر يعني. وبعدين جت في قلب العطر دارت خزامة وزهرة برتقال، وفي القاعدة تونكا وعنبر وخشب صندل وكم مكون ثاني. حنحط صورة المكونات بإذن الله. العطر أول ما ترشه حينفجر في وجهك، حتنفجر في وجهك شكارة التوابل هذه، وعنيف جدا يعني. افتتاحية قوية قوية يعني، ما حد ينكرها. العطر لا، اللي يكرهوه أكثر من اللي يحبوه، لكن أنا نحب نقول لك أعطيه، بس اصبر عليه حتشوف الجمال متاع العطر وتفرد العطر هذا. انا بجديات من اجمل العطور اللي عجبني في ديمارلي يعني. هو اللي كان عندي جودولفين وكان عندي بيجاسوس، لكن ما شفتش زي هذا ملاش بديل وملاش شبيه. وعطر متفرد، عطر توقيع شخصي، عطر ترشه من بين 100 واحد حتبان انت المميز اللي فيهم. العطر افتتاحيته زي ما قلت توابل، وبعد ربع ساعة يبدأ يهدى، لأن في زهرة البرتقال هذه والبرتقال الأحمر يبدأ يلطفن في الجو لعند يوصل القاعدة العطرية اللي فيها تونكو عنبر، يعطي لمسة سويتية بعض الشيء، مش لمسة سويتية اللي في بالك، لكن ترطب شوية الافتتاحية التابلية. طبعا العطر تابلي يمشي معاك من البداية للنهاية، ما فيش غير التوابل تشم فيه. ثباته على الدبش يوصل لعند 8-9 ساعات. بالنسبة للفوحان يعطيك 2 مسكرات متريح أو 2 وحاجة بسيطة. ومن العطور اللي يسموا فيه عطور التوقيع الشخصي، سيبا في أثر في المكان اللي انت قاعد فيه. في بعض الناس يشبهوا فيه بعطر بكرات روج. نحب نقول لك يا صديقي ان بكرات روج يشبه في حاجه واحده، هو لون القزازه، ان لونها حمر فقط لا غير، لكن كل واحد له خط بروحه. وكان بنجاملك ونقول لك يشبه له، نحب نقول لك ان هذا العطر كلان النسخه الرجاليه لعطر بكرات روج. ان شاء الله ديما طيبين. السلام عليكم.